عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. خلينا نقول لكم يعني ان الحياة دايما بيبقى فيها حوارات كتير وفيها حاجات كتير جدا بنبقى من بعيد فاكرين ان هي صعبة ومش حابين نعملها عشان بنبقى مقتنعين ان هي صعب ان هي تتعمل ومحتاجة يعني بتبقى شغلانة يعني. لكن المفاجأة انك لما بتجرب حاجات دي بتلاقيها فعلا مش بالصعوبة اللي انت كنت متخيلها. ساعات بيبقى السبب انك بتبقى متعود انك تسمع من الناس اللي حواليك على ان هي صعبة وان هم دايما بيشتكوا منها ودايما شايلين همها ودايما بيعانوا من ان هم يكونوا بيعملوا الحاجة دي، لكن هي في الحقيقة بتطلع غير كده. فتعالوا نشوف شوية حاجات الناس دايما بتفكر انها صعبة لكنها في الواقع بتبقى اسهل بكتير من حكاويهم عليها. اول حاجة الناس كانت شايفة ان هي من اصعب الحاجات الطبخ. تمام، كتير من الناس بيحسوا ان الطبخ ده يعني حاجة اللي هو صعبة جدا جدا جدا. احط ايه على ايه علشان يظبط، طب استخدم ايه بدل ايه، كل الكلام ده ومليان تفاصيل معقدة جدا. لكن لو بصيت للامر من زاوية بسيطة هتلاقي ان انت مجرد ان انت بتتبع وصفات بشكل منظم، كل اللي محتاجه هو شوية صبر وتجربة وفشل. ليه؟ لان انت عمرك ما هتوصل اللي هي الطبخة المظبوطة غير لما تبقى مجرب وتفشل. وبعدين مش مشكلة الطبخ، هو ميزة الطبخ ان هو اذواق. ما انا ممكن امشي على وصفة معينة وتعجبني بس ما تعجبش غيري يمشي بوصفة تانية يعني. فكل واحد ونفسه في الاكل زي ما بيقولوا كده ومزاجه في الاكل. كل واحد يحب ان هو ياكل بطريقة معينة بمقادير معينة. بس من اصعب الحاجات اللي الناس كانت شايفة ان هي بالنسبة لهم لا 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 استحالة هو الطبخ. وانا بحس ان اي حاجة بتبقى صعبة لو انت مش مجربها. اكيد اي حاجة في الدنيا بالنسبة لك لا دي اكيد صعبة، طب انت جربتها؟ لا. بعدين تقول طب ما جربها. فكرة ان انت احيانا ما بتديش لنفسك الفرصة ان انت يعني حد يقولك انا ده زي حالاتي مثلا، يقولك انا ما اعرفش اخش المطبخ خالص وما افهمش فيه وبستصعبه وانا عمري جربت. لا عمري ما جربت الصراحة. عمري في حياتي ما جربت. ممكن لما اجرب احبه فعلا. وفي ناس كانت كده يقول لك انا قبل الجواز، حتى رجاله ما بتكلمش على رجاله، يقول لك انا قبل الجواز ما كنتش اخش المطبخ، بعد الجواز بقيت احب المطبخ جدا. وناس عاشت لوحدها وابتدت ان هي غصب عنها بقى اتحطت قدام الامر الواقع اللي هو انا لو ما اكلتش نفسي هموت فانا اللي هاكل نفسي. فابتدوا يخشوا المطبخ ويتعرفوا على المطبخ ويتعرفوا على الناس بتعمل ايه علشان تاكل ايه، طب بنحط ايه، طب الاساسيات ايه. وفي الاخر بقوا ما بياكلوش غير من ايديهم هم. ده حقيقي، الحاجة اللي هم بيعملوها. ده حقيقي. طيب في حاجة تانية من الحاجات اللي ناس كتير جدا بتقعد تفكر فيها وناس كتير بتقعد تتمناها، تقولك انا لو نفسي اعمل حاجة جديدة ان انا اتعلم لغة مختلفة. تمام، في ناس بتفكر ان تعلم اي لغة جديدة بتبقى حاجة مستحيلة، خصوصا كمان كل ما السن بيكبر يقولك يا وانا بقى عندي مش عارف 30 سنة وابتدي اتعلم اسباني، عندي 50 سنة وابتدي اتعلم لغة جديدة. لكن الحقيقة انك لو بدأت تاخد خطوات بسيطة زي ان انت تعرف شوية كلمات وجمل يومية كده اللي هتمشي بيها حالك، هتلاقي ان العملية ممتعة جدا. وهتلاقي ان انت لو كمان بتمارس اللغة دي دي اهم حاجة، ممارسة اللغة. وبتنفع حتى لو انت بتاخد كورس مثلا مع الناس اللي معاك في الكورس بتمارسوها، وبعد كده بتلاقي ان الموضوع فعلا ماشي معاك في الحياة اليومية، اللي هو الحاجات البسيطة اللي هو الساعة كام، امشي ازاي، صباح الخير، مساء الخير، ايه الاخبار، الحاجات اللي هي البسيطة الكام كلمة. لما الواحد تمشي لك حياتك بيسافر اي بلد وبيرجع عارف الكلمتين دول، بيبقى راجع حاسس ان هو يعني راح عمل دكتوراه بس يعني. خلاص. في حين ان هو احنا دايما عندنا المصريين برضو في حاجة بخصوص تعلم اللغة دي. دايما الناس لما تيجي مصر تقول لك ازاي اقول ماي لاف مثلا، فنقول له حبيبي. ازاي اقول ازيك، ازاي اقول هاو ار يو، فحد يقول لك ازيك او كيف حالك او ايا كان يعني. ايوه، احنا عندنا بنروح نرجع بالفاظ غريبه جدا دايما تلاقينا بنسال على حاجات معينه. اكيد هنسال على حاجات معينه بس بتبقى حاجات معينه قوي اللي هو يعني انتوا في مليون فاهمين كلمه تانية ممكن نستخدمها في الحياه اليوميه، لكن احنا لا.
لا نحب نعرف حاجات تانية خالص. بالظبط، الحاجات اللي هتفيدنا احنا الحاجات شخصيا. اللي هتفيدنا لما نرجع بلدنا هنقولها لاصحابنا. بالظبط كده. تعال خد يا الحكاوي بقى وقصص، عشان خد يد يا انا كذا. لازم ارجع بقصص. خد يا كذا بالظبط وقولها له بقى، اقول له ان دي معناها ويبقى كذا. مش فاهم حاجه وانا بتنك عليه فهي بقى وأتنطط عليه. فتعلم اللغه دي حاجه ممتعه جدا جدا جدا. والتكنولوجيا كمان سهلت الموضوع دلوقتي، لان في تطبيقات بتساعدك تتعلم اي لغه من غير مجهود كبير، حتى وانت في مكانك. يعني مش لازم تروح مكان، هو انت التطبيق قاعد على كنبتك قاعد بالظبط. بتتعلم اللغه دي، وبيبقى فيها كمان امتحانات، وبيبقى فيها صح. لعب باللغه بالحاجات دي كلها. فانت فجاه بتلاقي حاجات نفسك إن أنت تمرنك على اللغه، تبتدي خلاص اللغه تثبت في دماغك وتبقى سهله ان انت في نطقها وفي كل حاجه. وفي كمان طريقه تانية، في ناس اصلا بتتعلم لغه وبتتقنها من غير ما تكتبها ولا تقراها. هو مجرد ان هو سافر بلد المعينه واخد على طريقه الكلام، خلاص فهم طريقه الكلام من الناس، واللغه خلاص تشربها. تلاقي ان هو تشرب اللغه. ما بتتشربش اللغه، طب بتتشرب حاجات تانية. تشربها. المهم ان في ناس بجد وانت بتتعلم تشرب حاجات لغات. تانية دي انا مالي يا عم. في ناس بتتعلم اللغه وبتتكلمها كأنها متربي هناك، ولا بيعرف يكتبها ولا يقراها، بس هو خلاص بقى واحد منهم. يعني عاش فترة كده هناك، او اتعامل اصلا مع الجنسية المعينة دي، وبقى خلاص بيتكلم اللغة بتاعتها. وبنشوف مصريين كتير جدا، عشان بس الناس اللي بتقولك لا ان انت تتعلم لغة على كبر ده صعب جدا، خالص خالص. مقعدش بقى نحط بقى السن والمش عارفة ايه وبتاع. بصي خلينا واقعيين. هو مش مستحيل، بس اكيد في صعوبه. بس انت في الاول، بس هي الكسره الاولانيه بتاعت الحاجه اللي انت بتبقى دايما قافل منها، واللي هو بتبقى بقول لك ايه، ما تيجي معايا المطبخ، لا ما تدخلنيش مطبخ، انا ما بفهمش، انا هبوظ لك الدنيا، انا انت عشان عمرك ما اديت لنفسك فرصه. فهي الدخله في الاول بتبقى صعبه، بس هي مش مستحيله خالص. بالعكس هي ممكن، وهي برضو بتفرق في، عارفه زي زمان كنت ممكن كنت تحبي ماده رخمه قوي قوي قوي، ما حدش بيحبها غيرك، بس عشان المدرس حببها لك، حببك فيها. صح. فانت برضو الانترودكشن او التقديمه نفسها للحاجه الجديده اللي انت عايز تتعلمها، مهم جدا ان انت تختار هتتعلمها ازاي في البدايه بالذات. لان انت في ناس كتير قوي يقول لك انا ابتديت اعمل كذا عشان فلان حببني فيها، بس انا ولا كان ليا فيها، ولا كان نفسي اصلا، ولا كانت من اهتماماتي ولا اي حاجه، ولكن فلان معين عايش معاه، جه زارني مره بالصدفه، رحنا مش عارف فين، ايه راح اداني تقديمه حلوه كده، عارف يبيع لي الحدوته، فخدت الخطوه وجربت. حلوه قوي، واحساس جميل قوي ان انت تكتشف حاجه جديده في نفسك، وتلاقي نفسك اللي هو ايه ده، طب ما انا طباخ عظيم اهو. حد يبقى خايف جدا من السواقه ومش هقرب من الديركسيون ده ولا هاجي جنب العربيه، تلاقي نفسك اللي هو الموضوع سهل. اللي انا كنت مكبره قوي في دماغي لما عملته فعلا لقيت ان هو احساس الخوف ده وهمي. يعني لمجرد ان انا ما كنتش بس مجرب، فكنت قافل من الموضوع، حاسس ان هو بالنسبه لي حاجه بعيده عني قوي ومش تخصصي، وانا يا عم ليا حاجاتي المعينه اللي انا بفهم فيها، ما تدخلنيش في حاجه انا ماليش فيها. ايوه. ايه بقى الحاجه يا يوسف اللي كنت فاكرها صعبه وطلعت ان الواحد يعيش ان انت تبقى دي من الحاجات اللي انا كنت قافل منها في الاول الصراحه، وهي طلعت شفت صعبه. الموضوع جميل ازاي، هي مش مستحيله. شفت حياتك اتغيرت ازاي. هي حاجه كمان من الحاجات اللي ناس كتير قوي بتبقى مش مديها فرصتها، واكتشفت ان هي مش بالصعوبه دي، فكره استخدام التكنولوجيا. في ناس كتير جدا لحد النهارده بيخافوا ان هم يتعاملوا مع الحاجات الحديثه، الاختراعات الجديده. زي اهالي كتير جدا في الاول كانوا مقتنعين ان لا، أنا تقول مثلا لوالدك مثلا او والدتك انا عايز اغير لك التليفون بتاعك، او تليفونك خلاص بقى ايدن، او هنزل لك ابلكيشن ممكن تطلب منها كل حاجه، وممكن مش عارف ايه، يقول لك لا انا هتكلم في التليفون، احب يروح يتكلم في التليفون. بالظبط كده. طب انت جربت القصه دي؟ يقول لك لا انا زي ما، طب تعالى نغير التليفون خلاص ما بقاش يستجيب. يقول لك لا سيب لي التليفون بتاعي، انا احب تغير له التليفون. انت ساعات بتحط بقى الاهل في امر واقع، بالظبط، تمام. اول ما بتحطهم في الامر الواقع بتلاقيه ان هو ما بيسيبش التليفون، يعني هو قرر بقى، وتلاقيه عنده كل الابليكيشنز، بيكتشف بقى بيكتشف ان هو ايه، يعني انه يا بابا سيب التليفون يا بابا شويه، خلاص مش كده يعني. فهي فكره انه
الواحد فعلا لما بيبقى مش مجرب حاجة، حتى لو الناس كلها بتستخدم الحاجة دي، يقول لك لا انا مش متعود، واللي افهمه ان انا لما عاوز حاجه انزل اشتريها او اتكلم في التليفون اطلبها، انما بقى اونلاين وادوس على الحاجه، طب انا مش عرفني انها كده اتطلبت، طب لا معلش، طب انا لما اجي ادفع اونلاين الفلوس، بيبقى في كده اللي هو مليون سؤال. الحاجه دي ماشيه ازاي؟ ايه اللي يضمن لي ان الموضوع ده فعلا سهل وان اي حد ممكن يستخدمه؟ لحد ما بتستخدمه اول مره مرتين ولا اكن في اي حاجه خلاص. ففكره استخدام التكنولوجيا بكل انواعها بقى، كل انواعها ايا كانت هي ايه، كلنا كنا متخوفين من حاجات كتير، في حاجات كتيره ظهرت فجاه واحنا ابتدينا اللي هو طب جربوا انتوا وقولوا لنا، طب بس اما نشوف كده. اول ما نلاقي ان الناس كلها خلاص بتستخدمها، في ناس تبتدي بقى اللي هو لا تتعرف بقى على الحاجه دي عشان ما تبقاش برضو ايه متاخره شويه. في برضو التخطيط المالي، الناس دايما بتشوف ان اداره الفلوس وتوزيع بقى المصاريف الشهريه، ولو حد معاه مبلغ عايز قصه مرعبه يستثمره في حاجه، الحاجات دي كلها كل واحد بيقول انا نفسي اعمل، بس في الاول وفي الاخر انا ما عنديش النو هاو، او انا ما عنديش المعرفه الكافيه ما حلتش حاجه عشان بس تيجي، بس الفلوس تيجي وانا نفسي اخطط، بس انا ما عنديش حاجه اخطط. ففي ناس كتير جدا بتبتدي الموضوع واحده واحده، ولو ابتدت تكتب المصاريف الشهريه وتحدد الميزانيه بشكل بسيط في الاول، ويبقى معاها حد خبير في القصه دي، هتلاقي ان الموضوع بعد كده منظم. وفي تطبيقات كمان دلوقتي بقت تساعدك ان انت تتابع فلوسك وتتحكم فيها بشكل اسهل، ويقولك ازاي تستثمرها في حاجه امنه وما فيهاش مخاطر والحاجات دي كلها، خصوصا لو انت حد مش بتاع ريسكات قوي، فبالتالي او مخاطره يعني، فبالتالي ده حاجه ممكن تسهل عليك حياتك. وناس كتير ما بتقرب لهاش، يقولك لا انا ما عايز احافظ على اللي معايا، مش عايز اقعد اخش في ناس كتير تقولك لا ما تجرب ان انت تعمل كده وتشوف وتنظم وفي ناس بتخاف جدا تجرب في فلوس، اللي هو لا انا مش هجرب انا في فلوس، انا عارف انا في طريقه معينه وهي دي اللي انا بستثمر بيها، او هو ده اللي انا بحوش بيه، او بيبقى خايف جدا 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 لحد ما يبتدي يتشجع، وتلاقيه بقى خبير اللي هو لو عوزت اي حاجه روح استشيره واسأله هو يعني الموضوع ده انت ممكن تبدأه ازاي. من الحاجات برضو اللي الناس بتبقى مرعوبة منها لو مش بدأها من وهي صغيرة، الرياضة واللياقة البدنية. اول حاجة يقولك انا في سني ده هبدأ العب رياضة، لا انا جسمي مش متأسس ان انا العب رياضه. وبص الناس بتبقى كل اللي بيلعبوا رياضه بيتصابوا ازاي وبيحصل لهم ايه، لا وبص الشخص اللي هو كان بيلعب رياضه طول عمره ولما بطل بص بقى عامل ازاي. لازم بتطلع اي حاجه مرعبه او اي حاجه وحشه من الموضوع عشان تمسك فيها وتحس بالامان كده، انا تمام، لا الرياضه دي مش لعبتي خالص. لحد ما بتبتدي ان انت تبداها واحده واحده. يقول لك مش لازم، انا مش بقول لك خش صاله الحديد يعني ولع الدنيا خالص، انزل ابتدي تمشى، استخدم رجليك عادي جدا اللي ربنا خلقك بيها وقال لك اتمشى، اعمل حرك جسمك كده واحدة واحدة. طب ماشي، ايه رأيك لو مثلا نلعب رياضة خفيفة تانية؟ طب ايه رأيك لو نعمل كذا؟ تروح الجيم، تبدأ حاجات بسيطة جدا جدا جدا، تبتدي تشوف مدرب واحدة واحدة يعرفك انت محتاج ايه وتعمل ايه وكل الكلام ده. وفجأة بتلاقي ناس ما كانش ليهم في الرياضة تماما ولا بيقربوا لأي حاجة ليها علاقة بالرياضة، وبقوا عندهم بيج دلوقتي على انستجرام ولا سوشيال ميديا يقولك ازاي تبقى رياضي. فهي فكرة ان انت تبدأ وتشوف بعد كده ان الموضوع لا، هو انت لو فاهم يبقى الموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل جدا جدا. كنتم مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.